صباح الخير أو مساء الخير على حسب وقت ما تشوفوني. النهارده هنفرّز القلقاس بطريقة سهلة وبسيطة متجربة وما باغيّرهاش. أنا الشهر اللي فات طبخته معاكم كان قلقاس frozen إحنا مخزنينه سوا، كان في منتهى الجمال وزي الزبدة. النهارده بقى هنشوف أسهل طريقة بنخزنه إزاي وما باغيّرش طريقتي دي من سنين. أول حاجة أنا جبت الكزبرة وجبت السلق بتاعي، الكمية ديّة على قد القلقاس اللي أنا هاخزّنه، وبعد كده قرطفت السلق وقرطفت الورق بتاع الكزبرة. أنا ما باخدش العيدان خالص زي ما أنتم شايفين كده، لو عايزة تضيفي شوية شبت ما فيش مشاكل، أنا ما باعملوش بالشبت، أنا باعمله بالكزبرة والسلق بس. بعد كده غسلته مرة و2 و3 زي ما أنتم شايفين كده من الشوائب والأتربة اللي فيه، وبعد كده نشفته حوالي نص ساعة في المصفى، وبعد كده خرطته بمخرطة الملوخية أو تعمليه في الكبة. جبت بعد كده المادة الدهنية بتاعتي ونزلت بكمية السلق مع الكزبرة المتخرطين، وهبتدي ان انا اشوحه كويس جدا. طبعا عادة لما بطبخ القلقاس بخلي اللون بتاعه اللون السلق والكزبرة غامق شوية، لكن انا المرة دي مش هغمقه لاني انا هفرزه مش هطبخه. زي ما انتم شايفين كده هبتدي ان انا اشوحه كويس جدا. في البداية هنزل المية بتاعته وبعد كده هيبتدي يخروش، يعني انا مش عايزاه لونه غامق خالص، انا هعمله حوالي 3/4 سوا. طبعا انا بحط التوم بعد كده هسويها مع السلق والكزبرة زي ما شايفين كده، هسويها كويس جدا وبرده مش هديله اللون الغامق. لما باجي بقى بعد كده علشان اعمله، انا شفت لو ما حد شاف الفيديو انا بفكركم بيه، يا ريت تشوفوه. لو اللي ما شافوش انا بفكركم بيه ان انا بعد كده بطلعه من الفريزر. هبتدي ان انا احطه في ماده دهنيه واحط برضه توم معاه واسويه الحاجه البسيطه اللي كانت فاضله في التسويه بتاعته. ليه انا حطيت توم تاني لما باجي اطبخه؟ علشان ريحه الشمخه بتاعته تبقى اكنها لسه عاملاه دلوقتي. زي ما انتم شايفين كده بقى. اما القلقاس انا هسيب السلق كده علشان يبرد. هجيب بقى القلقاس بتاعي امسحه بفوطه كويس جدا، وزي ما انتم شايفين كده هبتدي ان انا اقشر القلقاس بتاعي. اختاره ازاي؟ بيبقى فيه بروز من بره والراس بتاعته من فوق كده بيبقى لونها روز زي ما انتم شايفين كده. يا ريت اجيب كل قلقاسيه صغيره تبقى لوحدها علشان يستووا مع بعض زي ما انتم شايفين كده. وهبتدي ان انا اخرطه كله مع بعض. طبعا لما اجي بعمله ازاي؟ بغسله بعد. انا دلوقتي مسحته، لكن انا بغسله لما باجي اطبخه، بطلعه من الفريزر وهو متلج، بغسله على طول واضيفه على الشوربه السخنه زي ما شايفين كده. طبعا انا مش عايز يغسله هو براحته، لكن انا لازم اغسله. ولو عايزه تمسحيه كويس جدا عشان ما تغسلهوش، دي حاجه ترجع لك انت. زي ما شايفين كده بقى هبتدي ان انا اخزن الكميه اللي انا بحتاجها. كل كيس فيه الكمية اللي أنا باحتاجها. هيكون الفترة دي بقى السلق بتاعي برد وهدي كده علشان ما يبقاش سخن في قلب الأكياس ويتفاعل. ده حاجة غلط إن إحنا نحط أي حاجة سخنة في قلب الأكياس. وبعد كده بقى هاجيب الأكياس بتاعتي الصغيرة وهبتدي إن أنا أحط في كل كيس على قد الطبخة اللي على قد القلقاس بتاعي. زي ما انتم شايفين كده انا خلصت الكميه بتاعت القلقاس بتاعتي. بصوا لونه بقى في منتهى الجمال، وهو اليومين دول بصراحه بجيبه بيبقى زي الزبده، بيستوي بسرعه. زي ما انتم شايفين كده بقى جبت الاكياس الصغيره، وكل كيس صغير فيه حوالي معلقتين على قد الطبخه بتاعتي. هعمله ازاي؟ زي ما قلت لكم هعيد معاكم ان انا هطلع السلق ده من الفريزر، احطه في ماده دهنيه يا دوبك المعبال احط القلقاس في قلب الشوربه هيكون استوى السلق، واحط معاه حاجه بسيطه من التوم عشان يدي شمخه كده وريحه حلوه. شمخة التوم الصبح ان شاء الله يعجبكم. ولو عجبكم يا ريت تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه، متنسوش تفعلوا الجرس. زي ما انتم شايفين كده كل طبخه على قد السلق بتاعها على قد القلقاس. زي ما انتم شايفين كده يعني السلق على قد القلقاس. ان شاء الله يعجبكم.